طيب طبعا قالوا يا حسين ادخل على اخيك الحسن فاصطلح معه، لان الحسن اثر السلامه. لا خلاص انتهت الحروب، انتهى القتال، نبايع معاويه ويخلص المساله، مش نحقن الدماء. نعم. لان الرسول رآه وهو ترضعه فاطمه، قال ارضعيه ولا بماء عينيك سوف يصلح الله بين فئتين عظيمتين من المسلمين به في الحسن. الحسن. نعم سبحان الله. فلما كبر الحسن وابوه استشهد سيدنا علي، فخلاص ما فيش داعي للمشاكل. الحسين كان ثائرا، رفض، فذهب مغضبا يعني. فراح الحسين، اخوك الحسن اكبر منه بسنه. نعم. بس اكبر. فقال اخي الحسن اكبر مني، وسمعت جدي صلى الله عليه وسلم يقول عليه الصلاة والسلام الاخوان المتصارمان او المتخاصمان اسرعهما صلحا لاخيه اسرعهما دخولا الى الجنه، وانا اتباطأ حتى ياتي لي اخي الحسن فيدخل. يا الله يا سلام، درجات. انا رجال العقوق ما فيهاش صفوه خالص، فلازم نحط لها در كده شويه. فبهذا المنطق اذا تكتشف انت ان الكبر ماذا يولد في المجتمع؟ يولد خلل، يولد هذا انا انظر الى المتكبر، يا ستار يا رب اخاف منه والعياذ بالله، وهو يخوف الناس ويرعبهم. هل المتكبر بنظرته يعاقب عليها يوم القيامه؟ الله اكبر. على النظره. من نظر الى ابيه او امه شزرا اي كبرياء ازدراء الامسكت الملائكه عرش الرحمن خشيه ان يسقط من غضب الجبار. سلم يا رب. سلم يا رب. طبعا. وبعدين الكبر بايه؟ كبر في القلب ده والعياذ بالله، هذا غير مش داخل الجنه. في كبر بالنظره، وفي كبر بالاشاحه. كبر بالقلب لن يدخل الجنه. لا من كان في قلبه مثقال ذره من كبر لن يدخل الجنه ابدا. ما ينفعش. لطيف. ليه عارف ليه؟ لما؟ يقول الكبرياء ردائي، حديث قدسي. والعظمه ازاري. طيب ولله المثل الاعلى. انا البس هذا الرداء، تستطيع انت تدخل معي فيه؟ لا، لانه مفصل عليه. صحيح. وانت هكذا لا استطيع ان ادخل انا معك فيه. صحيح. ولله المثل الأعلى. الكبرياء ردائي كانما دخل في معيتك كي يصير الها. لا، الكبرياء ردائي والعظمه ازاري، فمن نازعني فيهما ادخلته ناري ثم لا ابالي. الا الكبر قول فصل. شوف، ولذلك انت شوف لما تاتي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام، اول ما تصفه المتواضع، اول ما تصفه. صحيح. اول ما تصفه سبحان الله. يعني ترى شفت صوره تنقل ازاي كتب التاريخ وهو داخل يوم الفتح، سبحان الله. فواقف ابو سفيان حاجز من العباس، حاجز ابو سفيان عند مسيل الوادي، وبعدين كل طائفه وفرقه داخله ترفع علمها. نعم. من هذه؟ اسلم، قبيله اسلم. قبيله. يقول مالي ولاسلم. مالي اسلم جاي من اخر الدنيا. جوز. من هذا؟ غفار. مالي ولغفار. المهم دي بكر، دي وائله، دي تيم. الى ان جاء النبي صلى الله عليه وسلم. تيم ترخيم تميم بالضبط كده. نعم. فجاء سبحان الله الرسول حوله 500 المقربون، العشرة الأول. حول 500 المقربين من أين؟ المقربين من رسول الله صلى الله عليه وسلم، منه عليه الصلاة والسلام، أقرب الناس إليه. نعم. وبعدين يحيطون به كالسوار بالمعصم. سبحان الله. سبحان الله. نعم. وأمامه عمر يرفع صوته أمام الرسول عليه الصلاة والسلام يحميه. سبحان الله. داخلين فتح، الله اعلم ايه اللي يحصل. وحوله العشرة اقارب المقربين ويلبسون الزرد تظهر منهم الى العيون المسلمين. قال هذا صوت ابن الخطاب. ده ابو سفيان. ابن الخطاب ده بقى عامل لنا دوشه. سبحان الله. قال يا ابا سفيان، يعني ابن الخطاب هو بيستقل لان بني اميه يتكبروا، يعتبروا بني عدي دول اقل منهم. الكبر برضه احنا ما زلنا في الكبر. سبحان الله. نزلنا في الكبر. ابو سفيان من قبيله اميه. تمام. بني اميه هم يعتبروا ايه؟ بني يتكبرون على قبيله عاديه، قبيله عمرو بن الخطاب. ما هو انت عندك بني هاشم وبني مخزوم. نعم. وبني اميه بني عبد الشمس دول اكبر ثلاثه هم دول. فبني علي. قال ابن الخطاب هذا صوته معروف، يعني هو عايز يقول. قال العباس عايز يجمع. يا ابا سفيان، ان الله رفع بهذا الدين اقواما وحط اخرين. يا سلام. ولذلك ابو قحافه وهو كفيف يقول على من يرفع صوته عتيق؟ ابو بكر ابنه ابو بكر اسمه عتيق. قالوا لهم لما سميتيه عتيقا؟ كي يعتقه الله من النار.
سبحان الله. قبل الاسلام. الله هدايه عجيبه عجيبه. شيء لتنجب ابو بكر بشيء صحيح. المهم، على ما يرفع صوته، على من يرفع صوته عتيق؟ قال على ابي سفيان. فتعجب ابو سفيان، جاي نقل الحديد بتاع الارض، حد الارض على جاره ابو بكر، على جار الجار عادي. فجاء الرجل يشكو لابي بكر خليفه الحاكم، حاكم العام، امير الدوله. قال يا ابا سفيان اعد الحديده مكانها. قال وان لم اصنع؟ قال علوتك بهذه الدره. تماما اضربك. في قانون في الدوله، لازم في قانون، في حكم، في امير، سبحان الله. فلما سمع صوت ابو قحافه، سمع صوت ابنه، على من يرفع؟ بيرفع على من؟ قال بس، قال يا عتيق لقد جاوزت طورك يا عتيق. الله. في ايه؟ قال يا ابتي أيوة. لقد اعز الله بهذا الدين اقواما واذل اخرين، لما جاء تقدمنا وتاخروا فليتاخروا حيثما نتقدم. هو كده قانون كده. لما جاء الاسلام احنا ما تكبرناش، دخلنا. ما لاحد دعوته الى الاسلام، الرسول يقول هذا صلى الله عليه وسلم، الا ووجدت له كبوه، تردد. طب سيبني افكر. طب الا ابا بكر، فما ان عرضت عليه الاسلام حتى اسلم. سبحان الله اكبر. فالمهم، ما يعني يقول ايه؟ ما لي ان هذا صوت ابن الخطاب، عمر بن الخطاب. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك اول ما امر الفرق كلها، هي فرق هم 10,000 داخلين كل تحت الايه رايه كلها، اول ما تيجي امام ابو سفيان تكبره، فالوادي يرتج بالتكبير كل الالاف دي تكبر. اول ما يجي عند ابو سفيان يكبر الفرقه اللي تمر امام ابي سفيان، الكل 10,000 يكبر، ارجاء الوادي تردد صدى. نعم سبحان الله. صحيح. فانكمش ابو سفيان حتى عاد الى قريش، قال لا طاقه لكم اليوم بمحمد وقبل. لا سبحان الله، ده الموضوع على كده. والمهم انا اريد كل ده بهذا العبر. كان ممكن الرسول يزهو يومها، صحيح، بعد يستشرف، صح. لما صورته الكتب عليه قال انحنى على قربوز السرجه، حتى لمست لحيته قربوز السرجه، وهو يقرأ ويبكي وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. منظر التواضع العجيب الذي يجب أن نتمثله سواء منتصرين أو منهزمين. لم يصبه الكبر، لا يعرف الكبر رسول الله، لا الكبر يعرف رسول الله ولا رسول الله يعرف الكبر عليه الصلاة والسلام. صلى الله عليه وسلم. نهدئ من روع فضلاتكم بعض الشيء، فاصل قصير ونواصل الاستماع إلى فضلاتكم. مشاهدينا الكرام فاصل ونواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء، مرحبا بحضراتكم مرة أخرى، ومعا نرحب بالداعية الإسلامي الكبير فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عمر عبد الكافي. مرحبا بفضلاتكم مرة ثانية. أجهش صوتك بالبكاء قبل الفاصل وأنت تحكي موقف رسول الله عليه الصلاة والسلام. لأن النبي صلى الله عليه وسلم هيأه تفوقه أن يكون واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضع عجيب واحدا بين الجميع. ده مثال العظمة. أصل ده لما العظيم لما يتواضع يظهر تواضعه، لكن الحقير لما يتكبر دي مصيبة. صحيح. لا يعني هو عنده معذرة وسائل الكبر، عنده مقومات الكبر والعياذ بالله. صحيح. لكن لم يوصف بها قط. يعني الرسول الله عليه الصلاة والسلام كان قاصدا تصرفه هذا، مش قاصد هو أن يطاطئ رأسه هكذا، تعطاه فوق قربوس قربوس، يعني هو قربوس حافة السرج، مع السرج له الذي أمامه مرتفعة، هذا قربوس مرتفع اسمه قربوس. نعم. كيف جلس المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ يعني سبحان الله، وانحنى الى لحيته تمس، يعني كانه ساجد. سبحان الله العظيم، كانه سجد. لان ظهر الفرس سبحان الله بالسرج، فلحياته يبقى كانه ساجد فوق. يعني لم يدخل رافعا راسه هكذا مثلا، لا ناظرا الى السماء بإباء وشمم هكذا. لا الله اكبر صلى الله عليه وسلم. دلالة على العزة والكرامة يا شيخ. يعني قمة التواضع ده هي قمة العزة. هنالك أناس يقفون هكذا. لا ده مريض نفسيا، مريض يا ابني، عايز علاج. لا حول ولا قوة. مريض يا ابني. ما كان سيدنا المصطفى عليه الصلاة والسلام يمشي بهذه الشكل؟ كان جل بصره إلى الأرض، ما نظر إلى السماء ويمشي هكذا، يتأمل بس، لكن كان جل بصره للأرض. تجد الناس اللي عندها حياة سبحان الله دايما بص كده، الثاني هكذا. ربنا يشفي يا رب.